ربنا وصى آدم وحواء إنهم ما ياكلوش من شجرة معرفة الخير والشر، إنما للأسف اختاروا ياكلوا منها وسمعوا كلام الحية وخرجوا من جنة عدن. وخلف آدم وحواء زي ما ربنا وصاه، وحواء ولدت ولد. يا آدم أنا هسميه قايين لأن ربنا إداني راجل من عنده. وبعد فترة ولدت حواء كمان ولد وسمته هابيل. وكبروا الاتنين، وكان آدم وحواء بيعلموهم ويحكوا لهم عن ربنا. كنا يا ولادي أنا وأمكم حواء عايشين في جنة اسمها عدن. كنا عايشين لوحدنا مع ربنا اللي بيحبنا وبيدينا كل حاجة حلوة، بس للأسف بسبب إن إحنا ما سمعناش كلامه كان نتيجة ده موتنا وفسادنا، ودينا في الأرض أهو بنتعب وبناكل بعرق جبيننا. وانتوا دلوقتي كبرتوا يا ولاد ولازم تتعلموا تشتغلوا زي ما ربنا قال إن الراجل يشتغل ويتعب في شغله علشان ياكل. وعلمنا كمان نقدم له ذبيحة. إحنا لما كنا في الجنة كنا عريانين مش لابسين الهدوم دي، وما كناش حاسين لا بحر الشمس ولا ببرد الليل. بس بعد ما غلطنا وأكلنا من شجرة معرفة الخير والشر اتكسفنا أنا وآدم لما شفنا نفسنا من غير هدوم، فغطينا نفسنا بورق شجرة التين. لكن ورق التين كان بيتقطع، ما كانش كفاية، فربنا عمل ذبيحة وعمل لنا من جلدها قمصان نلبسها وتغطينا. وكل واحد فيهم اختار شغل يشتغله. قايين اختار يشتغل مزارع يزرع الأرض، وهابيل اختار يشتغل راعي أغنام يرعى الخرفان والبقر. قايين يا أخويا، فاكر لما بابا حكالنا إن ربنا علمهم يقدموا ذبيحة؟ فاكر، بس مش فاكر قال ايه بالظبط. قال إن ربنا بينبسط لما بنكلمه ونقدم له ذبيحة ونشكره على محبته ووجوده معانا والخير اللي بيديهولنا. تمام، افتكرت. انت عاوز ايه بقى؟ أنا قررت إني أقدم ذبيحة لربنا أشكره بيها على محبته وخيره وبركته. أنا بحب ربنا قوي وهقدم له أحسن خروف عندي. يلا نقدم سوا. اختار لك أي خروف من عندي وقدم لربنا ذبيحتك. لا 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 لا، خروف ايه يا عم؟ شايف الخضروات والفاكهة اللي أنا زارعها دي؟ أنا هقدم لربنا منها. وفعلا كل واحد منهم قايين وهابيل وقف قصاد ربنا عشان يقدم ذبيحته. هابيل قدم أحسن وأكبر خروف عنده، قايين قدم ذبيحته من الخضروات والفاكهة اللي بيزرعها. ربنا قبل خروف هابيل لكن ما بصش على ذبيحة قايين. ربنا شاف إن هابيل بيحبه وقدم له أحلى حاجة عنده، إنما قايين ما قدمش أحسن حاجة عنده. ربنا بيحب هابيل وقايين زي بعض بالظبط، وفي نفس الوقت بيكرم اللي بيكرموه ويحترموه. لكن قايين اتغاظ جدا واتضايق. ايه ده؟ هو انا ذبيحتي مش هتتقبل زي ما ذبيحتك اتقبلت يا هابيل؟ اشمعنى انت ذبيحتك اتقبلت وانا لا؟ قايين بقى غضبان جدا ومتضايق ومتغاظ لأن ربنا ما قبلش ذبيحته وقبل بس ذبيحة أخوه هابيل. قايين وهو قاعد بيفكر في اللي حصل ربنا كلمه. قايين ايوه، مين بينادي عليا؟ أنا ربنا يا قايين، إله أبيك آدم اللي حكالك عني. اهلا يا رب. مالك يا قايين؟ زعلان وغضبان ومتغاظ ليه؟ أنا شايف شكلك مش مبسوط. يلا يا قايين، قدم أحسن حاجة عندك وهقبلها منك. وخد بالك، قلبك جواه خطية كبيرة أنت بتفكر فيها ونفسك تعملها، لكن أنت قوي وتقدر تسيطر عليها وما تعملهاش. ربنا جميل وبيحب البشر. كان بيشرح لقايين إنه بيحبه وهيقبله، وبيشجعه إنه يرجع يقدم أحسن حاجة عنده وإنه مستنيه، وبيحذره من مشاعر الحقد والغضب ناحية أخوه هابيل. قايين من كتر غيظه عشان ربنا ما قبلش ذبيحته زي هابيل أخوه، بدل ما يقدم توبة ويقدم ذبيحة جديدة تليق بربنا، كان بيفكر إنه يقتل هابيل أخوه وينتقم منه. وفي يوم، هابيل اخويا حبيبي، ما تيجي كده عندي الحقل، عاوز افرجك على حاجة. حاضر يا أخويا، أنا جاية معاك، بس أنت لسه زعلان ومتضايق من موضوع الذبيحة. انت فاكر نفسك احسن مني ولا ايه؟ لا، انت مش احسن مني ولا ذبيحتك احسن من ذبيحتي. انا لازم اتخلص منك واموتك. يا أخويا أنا بحبك وربنا بيحبنا احنا الاتنين زي بعض، وأنا قدمت ذبيحة من أحسن أغنامي وقدمتها زي ما ربنا علم أبونا آدم. انت لازم تموت يا حبيبي، انا هموتك. الغيظ والحقد والغضب مالوا قلبه وفكر قايين لحد ما قتل هابيل أخوه، ودي كانت أول جريمة قتل في الخليقة كلها. قايين كان خايف جدا ومرعوب
وربنا كلمه. قايين، قايين، فين أخوك هابيل؟ هابيل؟ معرفش هو فين. هو انا حارس لاخويا؟ أنت عملت إيه؟ دم أخوك هابيل بيصرخ لي من الأرض. من دلوقتي أنت ملعون من الأرض اللي فتحت بقها وقبلت دم أخوك اللي قتلته بإيدك. لا خلاص، من النهاردة مهما زرعت في الأرض مش هتديلك ثمر، مش ممكن. مش هيكون ليك بركة. لا وهتكون تايه وهربان لا دايما. يا رب، ذنبي اعظم من ان يحتمل. انا ندمان جدا وخايف، مش قادر اتحمل الندم والخوف اللي جوايا. انت طردتني من الارض كلها، ومن وجهك كمان طردتني. عايش طول عمري هربان وخايف لحسن حد يشوفني يقتلني زي ما انا قتلت اخويا. ما تخافش، اللي هيقتلك ينتقم منه 7 أضعاف. وكمان أنا هعمل لك علامة عشان كل إنسان يشوفها ما يقربش منك وما يقتلكش. ومشي قايين من قدام ربنا وخرج وعاش في أرض اسمها نود شرق جنة عدن. واتجوز قايين وخلف ولد اسمه حنوك، وبنى قايين مدينة وسماها على اسم حنوك ابنه، فبقى اسمها مدينة حنوك. ومن أحفاد حنوك ابن قايين واحد اسمه لامك، ده كان أول واحد يكسر شريعة ربنا ويتجوز 2 ستات، رغم إن ربنا أكد على الزوجة الواحدة. وخلف منهم واحد اسمه يابال، وده أول واحد يعمل خيام وينظم طريقة رعي المواشي. وله أخ اسمه يوبال، وده أول واحد يخترع آلة العود والمزمار. وأخوهم التالت اسمه توبال، وده اخترع آلة النحاس والحديد. لامك قال لزوجاته الاتنين إن لو قايين هينتقم له 7 أضعاف، أنا هينتقم ليا 70 ضعف. لامك كان قلبه مش كويس، مشي بعيد عن ربنا وعن محبته. آدم وحواء حزنوا جدا على ابنهم هابيل، وخلفوا ولد تاني وسموه شيث. وقالت حواء: أنا هسميه كده لأن الله إداني نسل تاني جديد يعوضني عن هابيل اللي قتله أخوه قايين. وخلف شيث ابن وسماه أنوش، وأنوش ابتدى يتكلم عن ربنا. أنوش خلف قينان وأولاده بنات كتيرة، وقينان خلف مهلئيل وأولاده بنات كتيرة، ومهلئيل خلف يارد وأولاده بنات كتيرة، ويارد خلف أخنوخ وأولاده بنات كتيرة. أخنوخ كان من أحفاد شيث المشهورين، لأنه كان بيحب ربنا من كل قلبه وكان نفسه يعيش معاه دايما، وكان هو وربنا أصحاب جدا. ومن كتر ربنا محب أخنوخ، في يوم الناس دوروا عليه ما لقيهوش، لأن ربنا أخده عنده يعيش معاه في السماء. الكتاب المقدس بيقول عن أخنوخ: وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخده. أخنوخ قبل ما يروح لربنا خلف ولد اسمه موتوشالح. موتوشالح أكتر إنسان عاش على الأرض، عاش 969 سنة. وخلف ولد اسمه لامك، ولامك خلف ولد وسماه نوح. نوح يا ابني، انت هتعزينا عن تعبنا وشغلنا وشقانا اللي في الأرض اللي ربنا لعنها بسبب خطايانا. يعني نوح هو حفيد آدم من شيث، الجيل التاسع من آدم حسب تسلسل سفر التكوين. ونوح خلف سام وحام ويافث وهو عنده 500 سنة، وفضل جيل يسلم جيل، وكلهم مستنيين المخلص نسل المرأة اللي هيسحق رأس الحية.